حيث استغلت دول العدوان سيطرتها على عدد من المناطق الساحلية والجنوبية بتعاون مع المرتزقة، واستجلبت الآلاف من الأفارقة بطرائق منظمة. مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية نشر معلومات خطيرة عن تواجد 60,000 مهاجر غير شرعي في محافظة البيضاء، ناهيك عن غيرهم في المحافظات الأخرى، الأمر الذي زاد من شكاوى المواطنين في مدينة رداع من هذا التواجد المقلق. الشارع هذا شارع الأمن في رداع كلها يعني مثل ما تقول طالع نازل كلهم أفارقة، يعني خلاص ما عاد شيء من كلهم وريات. السكن والمحلات كلهم ساكنين أفارقة خلاص، أصبح يعني بشكل ما تتصور. ملان نطالب الدولة إنها تصلح لهم حل. ايش هذا؟ ما عاد بنشوف إلا وريات ولا صوماليين ولا حبوش. السوق المركزي وسط مدينة رداع، وسط السوق المركزي يوزن 3-4 باصات يوميا من المهاجرين والصومال من اثيوبيا من ارتيريا. ملان 3-4 باصات نساء ورجال واطفال. من الذي يديهم؟ بديهم باصات اجره. مش عارفين من اي جهه. ما دارين من اي جهه، يستلموا زود ودهم لهنا. يستاجروا بيوت هنا. يستاجروا بيوت منازل وعقارات كثير معهم. وعاد الان واحد من الوريات اسمها ما اذكر لك اسمها، اشترى الان عماره في السوق. اشتراها باسمه؟ اشتراها باسمه. ومعهم ناس بدو هذا يشترون منهم زلط. استيطان وتوطين للمهاجرين الأفارقة وممارسات تتنافى مع أخلاق وقيم المجتمع اليمني، ناهيك عن الأمراض والأوبئة المنتشرة في أوساطهم، تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة قبل أن تتفاقم المشكلة. مشكلة الوريد هذا مشكلة سيئة، أخلاق رذيلة، يعني سلاح قتل بيشتروا يعني ساعة المقاسمة هذا ولا بعيدات يمشوا وخناجر طوال تقول عصا، يعني مشكلة دخلتهم اليمن غلط. نرجو من الأخوة في الهجرة الدولية تحمل مسؤوليتهم الكاملة تجاه هؤلاء النازحين والمهاجرين الذين يضيفون إلى أعبائنا عبء آخر. وهناك أمراض منتشرة بشكل كبير منها الكوليرا والدفتيريا وأيضا مرض السل وأيضا الإيدز. في ظل صمت مطبق من قبل ما يسمى منظمة الهجرة الدولية، يستوجب على الجهات المختصة في اليمن اتخاذ إجراءات مشددة للتدخل ووضع حد لهذه الظاهرة. خرج أبناء قبيلة ريال سريح في محافظة